انا وقفت جري لمدة سنة، بعد كده جريت هاف ماراثون. انا بدأت اصلا اجري من 2018 وقعدت اجري بقى بشكل شبه متواصل لحد 2024، ووقفت يعتبر اللي هو كنت بجري مثلا مرة كل 3 شهور. لكن انا شفت السباق ده، انا قلت ليه لا، فسجلت على طول. بدأت اتدرب بقى، الدنيا ما مشيتش زي ما انا عايز، بس حاولت على قد ما اقدر. التمرين كان صعب، ما كنتش زي الاول خالص، بس حاولت على قد ما اقدر ان انا اكون احسن نسخة من نفسي. بس فجي يوم السباق قلت بقى ايه، ال21 كيلو دول هيخلصوا. بس الحمد لله الجري كانت صعبة جدا جدا جدا. جيت في الكيلو 18 تعبت جدا، بس ما وقفتش خالص لحد الخط النهاية. الجري ده خلاني اقوى جسديا ونفسيا، خلاني برضو واثق من نفسي اكتر. ان شاء الله ما يكونش ده النهاية. انا اصلا بدأت الماراثون عشان ابقى رانر، ابقى واحد بيجري، ابقى واحد رياضي، مش اللي هو انا حققتها في ماراثون. لو هناخد الافادة من القصة دي، ان اول خطوة بيبقى اصعب خطوة، بعد كده الدنيا بتبقى سهلة. بس زي ما بقول كل مرة، حاول مرة، حاول تاني، حاول تالت. بس كده، شكرا.